السلام عليكم البنات، كنتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس وبصحه جيده يا ربي امين. ومرحبا بالناس الجداد، مرحبا بكم وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. وهو كيف ما كتشوفوا هذا الطابلو كيجي غزال غزال، وهادو طابلوات وهادو ثلاثه، يعني عندكم كيف ما بغيتوا. وهادو الاشكال الالوان اللي وليدات في البيت ديالهم. هذه بنيته صغيره اللي صايباتو. نبداو ان شاء الله في الطابلو. اول حاجه كنستعملوا هاد السكوتش اللي غير ديال الماركاسيون، اللي ما كان اللي كدير المارك اللي كتماركي ما كتبقاش لاصقه. والالوان اكريليك، صبغه اكريليك اللي بغيتو. نتوما والاختيار ديالكم، نتوما على حساب الديكور اللي عندكم. انا بغيت هاد البلو بترول، هذاك الازرق اللي شويه ناصح. انا عندي غير هذا الازرق باهت، بغيتو باش ينصح، باش ندير البلو بترول درت معاه شويه ديال الكحل. ولا بغيتو كلير بزاف راه غنزيد فيه، نزيد فيه الابيض. راه واحد الفيديو هو ان شاء الله غادي نحطو. درت الازرق باهت، زدت فيه الابيض. هو عطاني هذا اللون الازرق البترول فن، جا غزال غزال هذا اللون الازرق. عن جد انا النتيجه جات زوينه. دابا ندير الشكل اللي بغيت، يعني بغيتو ديروا صغير ولا كبير على حساب على حسب الذوق ديالكم. انا درت هكايا، غتشوفوا كيفاش يعني كتمشيو عشوائيا، يعني ماشي ضروري انكم تاخذوا العبار اللي بغيتو ولا تاخذوا نفس الموديل اللي درت. لا يعني كيبقى اختياري. هاد الاكتيفيتي هذه كنديرها مع الوليدات الصغار، كيعجبهم بزاف بزاف. راه الطابلو اللي قلت لكم هذاك الثالث راه درتو لبنيته صغيره عندها تقريبا 3 سنين، جا غزال ودارتو البيت ديالها. عن جد وليداتي حتى هما دايرينهم في البيت ديالهم. يعني كنديروا اعمال مع الوليدات الصغار سهله وبسيطه، منها كيشغلوا ريوسهم بشي حاجه زوينه، ومنها كتبقى ديكور دائم، يعني كيبقى بحال سوفونير الوليدات بانهم هما اللي يصايبوا هاد الطابلو. هنا كيف ما قلت لكم انا راه كنحط، يعني ما عنديش شي حاجه في راسي، غير هي كنشوف. يعني الا بغيت ندير الكحل نحاول انني ندير ليه بلايصتو صغيره باش ما يجيش الكحل بزاف غالب على الطابلو. حيت كيف ما كتعرفوا الا درنا الاسود بزاف يعني كتمشي لعينينا غير اللون الاسود. هذاك الشيء علاش من الاحسن ان الاسود يجي متشتت في الطابلو، متفرق في الطابلو، وما يكونش كبير بزاف، خصوصا لك كنا نديرو بزاف الالوان. هنا انا صيبت اللصق ديالي السكوتش، لصقتها وغادا نبدا نعزل دابا اللون اللي بغيت. هنايا كاينه واحد تقيبه في الطابلو، حيت هذا كان عندي قديم بزاف، ما عادش شي عامين، وقلت لي نجي نجبدو، هذا هو الوقت ديالو. الا بغيتو تخدموا الطابلو ديالكم بزاف تقدروا تستعملوا الجيسو هو الاول، ومن بعد ديروا الالوان ديالكم اللي عجبكم. يعني الجيسو كيحافظ على، هو ابيض، كيحافظ على الطابلو مع المده، يعني مع مده السنين. هنايا هنا غندير الكحل الاسود، عفوا الاسود، اللون الاسود. ما تكتروش بزاف بزاف بزاف، حاولوا انكم ديروا غير شويه الصباغه لان راه كتشد. انا درت هنايا عاوتاني لتحت، وغندير في الفوق باش ما يغلبش بزاف. كيف ما قلت لكم الاسود الا كان في الطابلو، الا كان الوسط اسود، يعني العين كتمشي فقط فين كاين هذاك اللون الغامق. هذاك الشيء علاش هنا في الجناب ضروري ما نديرو. هذاك الشيء علاش ملي ديروا الاسود حاولوا انكم تفرقوه. صافي انتو انا غادي نخليكم تكملوا المشاهده، وندير لكم واحد شويه ديال الموسيقى ونرجعوا ان شاء الله.
انا دابا درت الذهبي، انا ندير عليه شويه ديال لي بايات، نخليها درتو فوق منه مباشره فاش يكرم، فاش يشد فيه لي بايات يشدو. انا دابا كنحيد، شفتو كي كيكون طراسي ومقاد، نحيد هذاك اللصاق، هذا هو اللصاق كيحيد بالزربه. ما كنديروش هذاك اللصاق ديال اللي كنستعملو، هذا خاص بالاعمال اليدويه واللي كيديروه في الصباغه ديال الحيوط ولا. ردوا البال من هذه العمليه، من هذه النقطه. صافي ها هو الطابلو. هنا دابا بان ليا واحد شويه ديال الماركاسيون، شفتو ديال تبان ليا هنا غادي نقادو بالبيض، خرج لي من الجناب ولكن ماشي شي حاجه. صافي نقادو. انا ما بغيت نوريكم الديفو، يعني ما بغيتش انني نحيدو بوحدي ولا نقطع نحيد هذا المقطع. بغيتكم تشوفوا لو وقع لكم بحال هكا، يعني غير بالصباغه البيضاء وصافي وتقادوها. هذا هو الفيرني باش نديرو على لي بايات، يعني بنفس الطريقه اللي كندير ديال الشماع وديال الاعمال اليدويه. ضروري من الفيرني من بعد لي بايات، لانه هو اللي كيشد مزيان. ها هو الطابلو ديالنا كمل، ومع السلامه. وما تنساوش اشتراك.